السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي ام زيد وجنى كل حياتي. ما تنساش تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناه لو لسه مش مشتركه، وتفعلي زر الاشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعيني بيه. ويلا بينا على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض لحمه مشويه في الفرن بطريقه جميله جدا. النهارده معانا زي ما انتم شايفين موزه. زي ما انتوا شايفين انا همسك الموزة زي ما انتوا شايفين كده، هشيل كل الجلد اللي موجود واقطعها قطع رفيعة خالص. طبعا انا هشويها، يعني عايزاها شرايح رفيعة خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هعملها تقطيع طولي وتقطيع بالعرض، بالتقطيع اللي انتوا شايفينها كده، بحيث ان هي اللحمة تستوى معايا وايه، وتبقى اللحمة ده يبقى معايا خالص. زي ما انتوا شايفين دي التقطيع زي ما انا قايله لكم اهي، انا قطعتها كده. طبعا انا بجري وقت الفيديو علشان انا مش عارفه اصور، ما جبتش الاستاند ولا حاجه. انا صورت كده تصوير الفيديو دوت تصوير على السريع عشان انزله لكم، فما خدش مني وقت في التصوير لان انا كنت مصوره بايد وبحضر بايد تانية. نبدا بقى في التتبيله بتاعتنا بتاعت النهارده. ميه بصل اهي، معانا بشر طماطم، يعني بشر طماطميتين مبشوره كلمه مبشره، ومعايا بصلايه صغيره برضه بشرتها، وقمت مصفيه منها الميه، خدت بس منها الميه وشلت الطفل. ومعانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات لحمه وصويا صوص زي ما انتم شايفين كده. طبعا الوصفه دي برضو كان المفروض احط في قلبها حبهان مطحون، بس انا بعد ما طفيت الفيديو كنت انا حطيت، كان البرطمان بعيد عن ايدي فمعرفتش ان انا اجيبه. فبعد ما انا عديت اللقطه ديت كنت انا حطيت ايه الحبان المطحون. هقلب بقى كله مع بعضه، هقلبه كده تقليب كده مع بعضه عشان كده الملح يدوب، والبهارات بتاعتي برضو اللي هي بهارات اللحمه وايه، وحطيت في قلبها إيه، حبهان، يعني ملح وفلفل وبهارات لحمه وصويا صوص وميه البصل وبشر الطماطم وحبهان، واقلب بقى كله مع بعضه. طبعا التتبيله اللي انا حطاها ديت المفروض ان انا احطها في التلاجة. مثلا لو انا عاملاها من بالليل تبقى احسن، يعني انا احطها من بالليل في التلاجة واقدر استخدمها على الصبح، لان انا استخدمها اشويها على الجريل، احطها في صينيه في الفرن طبعا ما انت حباها. تمام كده. لو عندك شوايه برضه بتبقى تكون حلوه، بتبقى جميله برضه. طبعا انا هحطها هنا فيها في الطبق في التلاجة، واسيبها إيه تتجانس كل التوابل كلها مع بعض. طبعا انا ما عنديش شوايه ولا عندي جريل، عندي بقى الصينيه بتاعتي، الطاجن اللي هو الكبير ده، انا جبته وحطيته على النار على البوتاجاز وسخنت الصينيه، خلصت يعني سخنت، يعني فيها سخونيه كده. قمت انا حاطه على طول الزيت بتاعي لما سخن، وبعد ما يسخن خالص قمت انا هبدا بقى بشرايح اللحمه بتاعتي، هنزل واحده بواحده كده وايه، واشوحها في الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين. هي الصينيه بدات تسخن معايا اهيت، هبدا ايه حتى كمان دخلني كمان اهي، هبدا ان انا احط بقى قطع اللحمه بتاعتي شرايح كده بالتساوي. بصراحة يا جماعة والله العظيم تحفة جدا، طعمها حلو قوي. هي ما خدتش وقت كمان طبعا، اللي من اي حتة اللحمة اللي هي الطرية اللي هي تستوي معاك بسرعة، مش هتاخد منك وقت. طبعا لو هي حتة لحمة خشنة طبعا مستحسنش ان انا احط لحمة استخدمها، لان طبعا هتاخد سوي جدا وطبعا مش هتبقى حلوة في الاكل. لكن هي الموزة طبعا طرية، فصها ناعم، مش هتاخد مني وقت في قلب الفرن. يدوبك بس انا شوحتها كده في على عين البوتاجاز، اديتها كده صدمه كده على الزيت وظبطتها كده، واقلب من الوقت للتاني كده. شوف اهو ده شكلها اهو. انا عايزه بقى كل اللحمه بالطريقه دي. طبعا أنا هنا هي بدات تنزل ميتها، ما قلبتهاش كتير، فبدأت تنزل ميتها وتتشرب. قمت منزله عليها يعني بكوبايتين ميه سخنين او مغليين، حطيتهم وقمت مغطيه بورق فويل، وقمت مدخلها الفرن ومع نفسها بقى قعدت ساعه الا ربع تقريبا، ساعه الا ربع او ساعه بالظبط، يعني ما اضحكش عليكم، يعني قعدت وقت قصير قوي، ما خدتش وقت كتير. تمام كده. فانا حطيتها بقى ايه في قاع الفرن وطلعتها. هنا كنت طلعتها تاني عشان اتاكد ان هي عايزه بقى ايه ميه او حاجه، واتاكد ان السوي بتاعها مظبوط او لا، او محتاجه حاجه اظبطها واقلبها كده شويه وارجع احطها تاني.
طريقتها جميلة جدا، تنفع تاكلي معاها تاكليها جنبها مثلا اللهم صل عليك يا نبي كفتة، اي حاجات بقى مشاوي جنبها. تمام كده. هنا كنت خلاص بدأت ان انا كانت اتحمرت تخش في التحمير بتاعها، قلت خلاص اخليها شوية واقوم طفي عليها، حطيتها كده كده. هي كانت خلاص خلصت وبقيت خلاص اتشوت من تحت الشواية في الفرن، واخدت اللون بتاعي الجميل. ولعت فحماية وحطيتها على ورق، وكده بألف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.